السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا مزيان ونكونوا كنفيدوكم بهاد الافكار متعلقين بالإلفاج. هاد الفيديو ان شاء الله بنشرح فيه غير ما يخص النشاف عند العجل، لان كاين بعض الناس ما كيفهموش، وبعض الناس، وماشي بعض الناس، بزاف ديال الناس كيوقع عندهم هذا المشكل ديال العجل كينشف وما تعرف ما يدير. تقدر انت تصوفي العجل بلا ما تعيط للطبيب ولا شي واحد، انت بوحدك. المهم بغينا نهضروا على كيفاش تعرف بعد العجل، كيفاش زعما العلامات، كيفاش تعرف بلي العجل راه نشاف، و زعما كيفاش كتعرف، وكيفاش شنو خاصك دير، شنو خاصك دير قبل الدواء كاع. لان في النشاف لابد خاصك تصوفي بعد العجل قبل ما تداوي العجل. كيفاش كتعرف بلي نشف؟ العينين تيكونوا داخلين، غالبا تيكونوا داخلين، يقدر يكونوا، ولكن هذه في الحالة، المهم هذه هي أكثر ولا الحالة اللي شائعة اللي كتكون واللي خطيرة، هي فاش كيكونوا العينين داخلين والزنفرة عنده كتكون سخونة، باردة يا ربي، كتكون الزنفرة عنده باردة. ملي كتلقيت هكا غالبا كتكون باردة، بعض المرات ما كتكونش، ولكن وقتاش ما كتكون باردة إلا جاب الله ما داخلينش عينيه، لان العجل يقدر ينشف واخا ما داخلين عينيه، ولكن انت شوف، انت ركز غير على عينيه داخلين والزنفرة باردة، فهمت؟ ما عندك ما دير بهاديك الاخرى، لان اصلا ما كتكونش هذيك بزاف، هذيك ما كتكونش بزاف. اشنو تيكون بزاف هو هاد الحالة التانية، هي اللي كتكون شائعة عند الناس بزاف، هي اللي كتكون شائعة عند الناس، هي ملي تيكون العجل ناشف. الحالة التانية ديال النشاف ديال العجل هي هادي، والحالة الأكثر زعما اللي مهمة بزاف هي هادي، خصك تعرفها، لأن هي كتكون بزاف عند الناس، كيكون عينيه داخلين، الزنفرة باردة وصافي، وكيكون عيان متلاق، كيكون متلاق، ما كينوضش بعدا، خصك نتا تعاونو. وملي فاش كاع زعما ملي كاع تنوضو راه متلاق، تلقاه متكي عليك، متكي على الحيط، ولا في الاخر راه كيطيح، ولا فاش كتكون شاد فيه بحال هكا وتلاقو راه كيطيح. وبعض المرات ملي كتوصلوا واحد الحاله اللي افونسي شويه، ملي كتافونسي عنده الحاله، زعما ما دخلتيش بكري، زعما خليتيه، هملتي داك العجل حتى تزاد عليه الحال، راه الزغبه عنده كتحيد. فاش كدير الشعر ديالو، فاش كتجبدو كا، بحال مثلا هاد اللحية عندي، فاش كتجبدها كتحيد، كديرها وكيبان ليك الزرب، وكتقدر تجلفو كامل. بعض المرات تقدر كامل وقت ديرها حتى تجلفو كامل، حتى تحيد الزغب. المهم هاد المسائل هما باش كتعرف العجل واش وكاين حاجة أخرى، هي أنه كيشرب بزاف، كيشرب الماء، كيطحن الماء، كتحط ليه ساعة الماء كان ما تلقاش هداك الماء مزال، ساعة ساعتين كيشرب الماء بزاف العجل، واخا يكون صغير الله تزاد. اش اخر؟ المهم هاد المسائل هما اللي هذا الحليب راه تعطيه ليه يشربو ماشي زعما غير هو ما كيشربش واحد الكونتيتي بزاف، فهمت؟ مثلا كنتي دايره ليه مثلا 3 اطرو، مثلا العجل كنت يشرب 3 اطرو، راه غيشرب ليك غير اطرو ونص ولا اطرو، فهمت؟ ماشي يكمل ليك الكونتيتي. المهم هذا ما كان. شنو خاصك دير؟ ما تفكر قبل ما تفكر في الدواء كاع، شنو خاصك دير باش تصوفي العجل؟ العجل ملي كيكون ناشف غالبا تيكون دياري غالبا، يقدر ما يكونش دياري، لان بعض المرات، لان النشاف راه يقدر يكون دياري، يقدر يكون زبلة ناشفة، راه ماشي بالضرورة يكون دياري، فهمتنا؟ علاش انا كنت شرحت لكم
كنت قلت لكم في الفيديو الاخر، قلت لكم الماء راه مهم للعجل. الماء المهم نركزو على ديك الحاله اللي النشاف مع الزبله ناشفه، زعما ما كاينش دياري، لان شحال من دابا غتجي في شكال. لان اكثريه الناس تيكون عندهم الحاله ديال النشاف مع الدياري اكثريه. ولكن ملي تنقول لهم انايا النشاف مع زبله عاديه ما تيخنيش، مش ما تيخنيش، ما معروفاش بزاف. داكشي علاش ملي كتكون هي ما الناس ما كتعرفش كتخلي العجل ما تيعيقوش بالمشكل. نقول لكم انا علاش دابا، علاش بغيت نشرح لكم باش نوصل لكم الفكره بلي الماء ضروري. دابا وقت كيكون النشاف عند العجل الزبله ناشفه، ملي كيكون الماء ما كاينش، ما كتعطيش العجل، ما كتخلي العجل بلا ماء. كتجي انت خلاص راه كيشرب الحليب وكيشرب الزعتر، ما كيشرب والو، ما كيشرب الحليب راه ما كافيش بعض المرات باش يكوفري ليك سميتو ديال العطش. لا الماء دايما خص يكون غير هو، خص يكون كما قلت لكم الفرق بين ساعة ساعتين بين الوجبة ديال الحليب وتحتيه الماء. الماء لابد خص يشرب العجل، لابد خص يشرب، لأن ملي ما كيكونش الماء شنو كيدير الجسم تاعنا؟ هذه قاعدة ديال الجسم، لا العجل لا أنانيس لا الإنسان كلشي. ملي كيكونش الماء القاعدة هي أن الخلايا كيتبرعوا بحال كيتبرعوا بالماء، كيخرج الماء من الخلايا كيخرج الماء اللي عندهم. وإلا خرجت الخلية، إلا ما عندهاش الماء الخلية راه بتموت. داكشي علاش ملي انت كيخصك الماء وما كاينش الماء راه كتنشف. انت كيبان في عينيك ولا في وجهك ملي كتنشف، يعني الماء اللي في ذاتك كيتستهلك من طرف العقل، الدماغ والقلب. المهم مسائل مهمين هما اللي كيديو الماء. زعما القاعدة كتقول لك زعما بلي نصوفيو هادوك اللي مهمين، عاد نخليو مثلا الجلد والمسائل الاخرى والشعر والافكار بما يجي الماء. المهم الماء لابد من الاخر خصو يكون الماء الا ما كان عرفتي راه المشكل ديال العين كينشف ولكن الزبده ناشفه. كنرجعو للموضوع ديال الزبد النشاف ولكن دياري. الله استاذ ما نقدر كيفاش نخلينا. المهم قلنا سيدي غالبا غتكون مع دياري. شنو خاصك دير قبل ما تداوي؟ شنو خاصك دير؟ خاصك بعدا ترجع هذاك الماء للعجل، فهمت؟ لأن العجل مريض. ملي كيكون السبب ديال تيكون دياري العجل مريض. ملي كيكون السبب ديال النشاف هو ان الماء ما كاينش، يعني ملي كتبان لك الزبله عاديه ولكن ناشفه العجل راه ما مريض، ما هو غير الماء كتعطيه عالي ما تعطيه الماء وصافي. ولكن ملي كيكون عندك نشاف مع الدياري لا، هاديك راه مرضى. ولكن شنو خاصك دير قبل ما تداوي؟ خاصك تربيه الماء بعدا باش يعيش بما شرب الدواء. ملي كتشرب الدواء فإذا داويته وما رجعت ليه الماء راه بيموت. أنا نقول لكم علاش. المهم ماشي غير الماء اللي كترد، ماشي غير الماء اللي كترجع، هادي عقلها مزيان. لأن سميتو الخلية أو المعدة ديال العجل ما فيهاش غير الماء، راه فيها الماء وفيها باش ما نقول لهم كاع. المهم حنا كنقول لهم المهم اللي بغا، المهم لي زيليكتروليت اللي عارف هاد الكلمة لي زيليكتروليت. المهم ما عرفتش. المهم هما لي زيليكتروليت الصوديوم، بوتاسيوم، كلور، بيكربونات. المهم هاد المسائل هادو اللي هما ضروري. الجليكوز هو المهم هاد المسائل راه ضروريين باش يعيش العجل، لا بد ضروري باش يعيش العجل. سيرتو الصوديوم والبوتاس.
المهم شكون هادو كيشكلوا واحد واحد الفوليوم كبير في الدهن، داكشي علاش الا مشى. المهم راه ما كتردش غير الماء، راه كترد الماء وخاصك ترد حتى دوك المواد. دوك المواد راه كاين في الحليب، ولكن الا جينا فيه دياري وناشف راه ما غاديش يستافد منهم من الحليب. لا علاش؟ لان المعده ما خداماش. لان باش يستافد منهم من الحليب راه داك الحليب خصو يطحن بعدا يديكرادا باش يتخرج منه هذاك الشيء. ولكن الحليب ما غاديش يديكرادا ليك، لان ما كاينش اللي يديكرادي فيك، ما كاينش. تاخد المعده مريضه، المعده مضروبه، تقاست المعده. المعده اللي كتفرز لينا داك لاسيد باش يضغط باش يضغط لينا على الحليب ويفرز لينا هذاك الشيء، ما خداماش. الحليب الا كتعطيه بالعكس راه كتزيد تكفل القضيه. داكشي علاش كاين اللي كيحرم كاع العجل من الحليب هذاك النهار، ولا كيصومو نهار ولا يومين. داكشي علاش شنو كاين ساشيات كيتباعو، المهم راه يعرفوهم صحاب ليلفاج، صحاب البقر وداكشي، كيتباعو ساشيات فيهم هادوك لي زبد خوليت. 30 درهم كدير، 30 درهم 25 درهم، المهم على حسب. كاين ديك فيرست 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 ايد فيرست ايد هي اللي كاينه عندنا هنا في لا ريجيون ديالنا هنا، هي اللي كيستعمل الناس بزاف. فيرست ايد كدير 30 درهم، مزيانه هي. كتجيبها وكديرها مع الماء السخون، كديرها ماشي سخون بزاف بحال ديال الوضوء، هي باش كتحرم كاع العجين نتا من الحليب داك النهار. الى النهار ايوا لا حاول الحال بزاف، زعما الا مريض بزاف باش كتقطع عليه الحليب، ما الا عاد شويه لا كتخلي ليه الحليب. لان ملي ما كيكونش مريض بزاف راه غير سميتو، ملي ما كيكونش مريض بزاف راه كيستافد شويه من الحليب، واخا ما كيستافدش منه بزاف. ولكن ما كيكونش ملي ما كيكونش مريض بزاف ما ديرش كاع دوك الساشيات، دير غير الحليب. ملي كيكون حاول ليه الحل بزاف راه كتقطع الحليب وكدير الماء سخون وهذاك الدواء وهذاك المسائل كديرو في الوقيته ديال الحليب نيت 27 27 كتفوت شي يومين، ما تفوتش يومين في هذوك الساشيات. فهمت علاش؟ لان الا كتفوت يومين هذوك الساشيات ما كافيينش باش يعيشوا العجل، ما كافيينش وما كيديبانيو ماشي بحال الحليب، وما كيديبانيو لان فيهم غير دوك المسائل اللي اساسيين. ما كاينش مسائل اخرى، ما كاينش في داكشي. علاش الا كتفوت واحد المده وانت قطعت عليه الحليب وكتعطيه داك الشيء راه كيضعف ليك العجال، ومهم المناعه كتنقص ويقدر يموت ليك. المهم كتفوت شي يومين ديال القطع ديال الحليب صافي، ومن بعد ما كدير. المهم هادشي كنقول لك شنو غدير قبل ما تداوي. المهم كترجع ليه الماء ديالو، الماء ديما يكون حدا بعد الماء السطل ديال الماء تعمر تحطو حداه، ماء نقي دايما. كما قلت لك تبقى تعطي هذوك الساشيات الا قطعتي الحليب. ديك الساعه كتفكر في الدواء. الدواء تا هو فيه وفيه. الدواء خصك تداوي، دير واحد الدواء اللي مثلا مسيبلي او لا مستهدف هذوك البكتيريات اللي داروا لك مثلا هذاك المشكل تاع الدياري، فهمتي. المهم غالبا هنا كيخدموا بينيسيلين. المهم كاين جونتاموكس تا هو. المهم كاين الدويان داكشي راه باين، داكشي اللي ما عرفتي سول عار شي واحد داكشي راه باين. غير هو كاين شي دويان راه ما كيتستعملوش في الا نشف العجل، ما كيتستعملوش لان الا كيتستعملوا الا نشف العجل يقدر يموت ليك. علاش؟ لان الدواء فاش كديرو فاش كتعطيه العجل راه ملي كيتقضى به الغرض راه تيخرج، وكيفاش تيخرج الكلاوي هما اللي تيخرجوه، هما اللي تيصفيو. لان الكلاوي كيصفيو وتيخليو داكشي تيخرج مع البول. ملي تيكون دياري الماء اصلا ناقص، يعني حتى الكلاوي ماشي يخدموا مزيان. داكشي علاش داك الدواء يقدر يبقى ليك في الكلاوي ما يتصفاش ويتراكم ليك تما ويكون واحد التسمم. المهم بحال داك الكوليستين مبقاش داوي اصاحبي. هذاك الكوليستين ما تبقاوش داوو به الا نشف العجل. ديروا بينيسيلين حسن، بينيسيلين مع واحد كيلابروفين ولا شي حاجه ديال الحراره وصافي. ولا جاب الله وطلبوا الله الشفاء. هذاك الشيء اللي كاين بلا ما يديرها السبب. المهم هادشي اللي كاين يا اخوان.
نتمنى ما نكون نسيت شي حاجة. والنقا على بدا النقا خصك تلعب على النقا ديال البوكسات ضروري. والفاكسان ديال كورونا يدار في الطريسمون. الفاكسان ديال كورونا لا بدا خصو يدار، لان ملي تيكون عندك دياري قل من شهر ديال العجل راه غالبا كتكون فيغال، غالبا كتكون جايه بسبب شي فيروس، فهمت؟ ما غاديش تداوى ليك. داكشي علاش خصك لا بدا بعدا تحافظ على داك الفاكسان. انا كندوي على صحاب ليلفاج اللي كيكون عندهم مشاكل، اللي عنده بقرة ولا جوج كاين لا شي تلافش يجي. قلت لك الفاكسان ديال كورونا اللي بدا خصو يديرو، النقا ديال البوكسات. المهم الحاجه اللي ضروريه لا بدا خص دير. المهم هذا ما كان الاخوان، سمحوا لنا طولنا عليكم 16 دقيقه، طولنا شويه. يلا شكرا بزاف ودعمونا، الله يجازيكم بخير، باش نزيد نكتشف، نزيد زعما نعطيكم افكار جداد اللي يفيدكم في الخدمه. يلا.